دي الخريطة الحرارية لحمدي فتحي اللي مارسيل كولر بقى يعتمد عليه بشكل كبير جدا تكتيكيا. حمدي فتحي اللي بالنسبة لمارسيل كولر هو تركاية ومفتاح لعب. حمدي فتحي اللي بتلاقيه في نص الملعب، اللي بتلاقيه بيرجع يدافع، اللي بتلاقيه على الوينج، اللي بتلاقيه مهاجم تاني. وتعال نبص على حمدي فتحي في الهدف الاول. في الصورة هتشوف ان حمدي فتحي لاعب خط نص عادي جدا طبيعي واقف في مكانه، لكن الفكرة كلها في التحركات بتاعت حمدي فتحي. حمدي فتحي اتسلل بالراحة كده ومن غير ما حد يحس بيه، وفجأة بقى موجود جوه ال 18 كمهاجم تاني، وحمدي فتحي بقى موجود وسط 2 لعيبة، والتركاية دي خلت محمد شريف يكون معاه مان واحد. تعال بقى نبص على حمدي فتحي في الهدف التاني. مدافع انبي معاه الكورة، حمدي فتحي رايح يضغط عليه طبيعي وعادي جدا، وفعلا الكورة تتخبط في حمدي فتحي وتترد للنادي الاهلي. وبعد كده الكورة توصل لعبد القادر، وعبد القادر ياخد الكورة يروح بيها ناحية ال 18، فتبص على يمين عبد القادر تلاقي حمدي فتحي موجود في مكان بيرسي تاو. ودي كورة زي ما بقول لك حمدي فتحي راجع من نص الملعب عشان يدافع، وبالفعل قطع الكورة والكورة تروح لمروان عطية، مروان عطية لديانج، وتبص تلاقي ان حمدي فتحي بيجري في نص الملعب عشان يقوم بالدور بتاعه اللي هو يبقى مهاجم تاني. تيجي ناس بعد كده وتقول لك ده حمدي فتحي بيعمل الكلام ده من دماغه، لكن مارسيل كولر ملهوش علاقة بالكلام ده. مارسيل كولر مش هو اللي مدي التعليمات دي لحمدي فتحي.